المطعم ده بقاله 75 سنه بيحمر كل اكله في الليه. بقول لك ايه، لو دخلت اي محل او اي مطعم مكتوب عليه البركه ما لقيتش العلامه التجاريه اللي هي الصوره بتاعت الحاج، ولا تقعد ولا تاكل، وانا مش مسؤول. كفته تصنيع بتاعنا احنا، وده سجق برضه تصنيعنا احنا، مفيش حاجه مش بتاعتنا. ودي كبده وقلب. الصينيه دي عباره عن كفته وعن سجق وعن كبده وعن ليه وعن قلب. والحمد لله من فضل ربنا الشغلانه دي بتاعتنا من 1950، من ايام الجد، من ايام العتبه. والحمد لله من فضل ربنا جميع تصنيع الحاجه هي شغلتنا بتاعتنا من ايام ما كان الجد لغايه النهارده انا الحفيد بننفذها بنفس الكلام، بنفس النظام، بنفس التعليمات. ودي دلوقتي كده اللي يصلي على النبي يكسب. احلى ليا جميله، هو ده الكلام وتظبيط الشغل كله. ودي اللي فيها القواله كلها. احنا عنواننا 2 ممر الجوهري العتبه، والعنوان الجديد 74 لجان العباسيه، لجان عبده باشا. يلا بينا على السفره. يلا بقى جينا بقى على السفره اهو. بص الطلب ده معمول سبيشال، ده عامل حوالي 200 جنيه. ده اكبر طلب عنده اللي هو الشبح ب 150. عباره عن ايه؟ كبده وقلب وكفته وليا وسجق، يبقى 5 حاجات. هو الطلب الاكبر ده مش موجود في المنيو ده، لا ليك لا. انت لسه معمول. ده انا قلت له اعمل لي اكبر عشان ده مش نافع معايا، انا عايز حاجه اكبر. قال لي ما عنديش اكبر، قلت له لا زود لي، راح عامل لي ده. عشان لكن هي ده اكبر اخر حاجه في المنيو هي الشبح 150. بص بقى، انا عايز هناخد كفته اهي، قصدي كبده، حط عليها كفته، حط اللي ما بيحبش اللي هي بقى دي انا ماليش دعوه، دي ليا. عايز اعمل لك كلهم ميكس. ادي السجق يا سيدي، هنزود المره دي الليا، ادي كبده وقلب، ادي كفته فين اهي. والمره دي بلاش، المره دي قلت لهم طحينه. انزلي بقى، انزلي انزلي انزلي، اهي نازله اهي نازله اهي نازله اهي نازله. الطحينه بتاعتهم تقيله شويه. تقيله. بلع بشويه ميه سلطه. بقول لك حاجه، من 25 سنه بالظبط، من 2000 كنت باكل الطلب ده عنده، بس مش ده، هو بصراحه كان اقل من ده، كان من اصغر 3 جنيه. طلب. ايه؟ اصغر طلب. هو مش كان اصغر طلب، كان حتتين كفته على حتتين كبده وصباع سجق وشويه ليا متقطعين فوق، كان ب 3 جنيه مع سلطه ومعاه طحينه ومعاه رغيفين. كان في ميدان باب الشعريه، كان ليهم محل اسمه البركه برضه، كنت تخش عنده طلب ب 3 جنيه. طبعا الكلام ده مش موجود دلوقتي. اقل طلب اكبر، قصدي الطلب ده عنده ب 150 جنيه. هو الطلبات عنده بتبدا من اول 70. وعنده كمان لو انت عايز رغيف مشكل، في عنده رغيف مشكل ب 30، اقل من طلب. هو نزل لنا رغيف حواوشي اضافه ليا. هو عنده الرغيف الحواوشي العادي ب 50، بس لما يضيف لك عليه ليا كده هيبقى ب 80. اللي ما بياكلش ليا بقى انا مش مسؤول اهو. بص طعم الليا مودي الساندوتش ده في حته تانية خالص. طعم الليا اللي هي القطع، غير الليا المفرومه جوه اللحمه. ضارب ليا مع التتبيله مع اللحمه، تديها طعم. الطعم بقى ايه؟ تركز اكتر لما حتت الليا دي، هي الحتت اللي هي مستويه، وحطها لك كمان على اللحمه، فلما تاكلها تتمضغ مع اللحمه مع العيش المحمص ده مع تلميعه الليا. بقول لك ايه، انا مش عارف اوصف لك بالظبط طعم ايه غير لما انت تيجي تشوف. كمان ايه، رايح لك حته ليا على الجريل، مش هواح لك فيها الساندوتش. يا نهار ابيض بقى، الاكيله بس اللي هتفهم اللي انا بقوله ده. سعر الرغيف ده كام؟ سعر الرغيف ده 80 جنيه عشان اضافه الليا، لكن من غير ليا، من غير الليا المتقطعه الساده دي، العادي. الساده العادي 50 جنيه بس. كده دي كانت نهايه الفيديو من عند مطعم البركه. مطعم البركه موجود في 74 عبده باشا، وانت جاي من الميدان العباسيه بجوار الشبراوي. كان معاكم عصفور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.